من سنتين بالظبط بدات صناعه محتوى على السوشيال ميديا، وقدرت احقق في الوقت القصير ده مشاهدات بالملايين، وقدرت افهم كل بلاتفورم على السوشيال ميديا بتشتغل ازاي. ولو انت ولحد دلوقتي ما بداتش صناعه محتوى على السوشيال ميديا فانت فايتك كتير جدا. شركه ميتا مثلا اعلنت ان هي هتصرف ارباح بجد لصناع المحتوى من اول ابريل. الارباح دي بتوصل ل 3000 دولار في الشهر، وتخيل معايا كده ان الارباح دي بتاخدها من ميتا بس. ده غير بقى ان انت ممكن تعمل بيرسونال براندنج هايل للمنتج اللي انت بتقدمه او الخدمه، وتقدر كمان توصل لمصداقيه مرعبه مع المتابعين بتوعك. عشان كده انا قررت اعمل سلسله صناعه المحتوى من الصفر لحد الاحتراف. السلسله دي وبمنتهى الامانه هنقل لك فيها كل اسرار صناعه المحتوى اللي ممكن تحتاجها عشان تبدا على السوشيال ميديا، لان انا شايف ان صناعه المحتوى مش عباره عن تاثير وبس، لكن انا شايفها انها ممكن تغير حياتك وممكن تغير حياه اللي حواليك. اول مره تشوفني فانا مايكل مصري، صانع محتوى مصري، عندي 750 الف متابع على الاول سوشيال ميديا بلاتفورم. ما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب للقناه عشان ما يفوتكش اي جديد، واستنى الفيديوهات الجايه عشان باذن ربنا هنقدم حاجه تشرف بجد.